حلو العيشي عائلي، يومي بتوعى عخاطري. شوف ملاجي منو قليل، لا 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 ما بيرضى بالقليل. كل واحد فكره بميلان، كيف بتلحق يا ويلي. عيلي عفرت ميلي. هي يعني ما بكفيني ولادي كمان اطالع شغلي مع الولاد. راسي عم بيجاني. رح يبج. بدي على القليلة ارتاح شي 5 دقايق اتلقح بلا ما حدا يحكي معي او يسألني شي سؤال. مام 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 مام، شو في يومي؟ فيك تمضي لها الورقة؟ شو هالورقة؟ عنا صفتي مع الصف ولازم تمضي لي اياها. هلا وعيتيني. لا امضي لك ورقة، كان فيي امضي لك اياها ساعة اللي كان؟ كنت نايمة؟ سوري مام. خلص ماشي الحال. نمتي؟ شو قولك يومي؟ يعني حتى لو نمت رجعتي وعيتيني. ما زالك وعي تمضي لي اياها. لك انتوا ليش دايما بتجوا لعندي؟ ما عندكم بي بهالبيت؟ خلص هنا. تفضلي ست يومي، مضيتها منيح؟ مام لو بديتيها من الاول كنت هلا نمت مرتاحة بدل هالسؤالات البلا طعمة. يومي يومي واحة. مام مام شو في يا نايا؟ خدي. اوكي. شو اوكي؟ شو بدك نايا؟ بدها تعطيني اعطيكي شو؟ مصاري. لشو؟ عطونا الورقة لأنه بكرة في كيك سيل بالمدرسة، لازم تعطينا مصاري لأشتري. بيك وين امي؟ فوق. وليه ما رحتي لعنده قلتي له يعطيكي مصاري؟ رحت لعنده بس قال لي إنه إجا عندك. هيك قال لك؟ إيه. طيب روحي هلا، بكره الصبح قبل ما تروحي على المدرسة بعطيكي مصاري. ما بدي بكرة، بدي هلا. يا هدي نايا. ميرسي. راحت لعنده قال لها روحي عند امك. طبعا ليش في غير ام ما بيحمل مسؤوليه بهالبيت؟ مام 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 مام. انه اول مره ما رديت، تاني مره ما رديت، تالت مره كمان ما رديت. شو يعني؟ يعني مام لا سمح الله غاطت على قلبك، غايبة عن الوعي، شو بعمل؟ شو؟ وليش ما بتقول تعبانه وعم ترتاح؟ مام كمان انت تعبانة، انت ما بدك تردي. لو البابا كنت قلت انه كان جاي من الشغل تعبان ما بده يرد، بس انت نو واي. ليه بقى؟ ما بيسوى اتعب انا؟ من شو؟ من الشغل؟ من البيت؟ اي شغل؟ روح من وجه كريم احسن ما دعوسك. طيب بلا الخبرية؟ اي خبريه؟ نسيتين. انفل من وجه كريم، قوم روح من وجهي. لا كتير تعبانة كتير. لك ما بعرف شو بهون هول الولاد، ولك ما عندهم بي بهالبيت، ولك ما في بي يسألوا عنه، ولك ليش عطول كل شيء أنا؟ كله أنا كله أنا كله أنا كله أنا. لك تعبت كل شيء على راسي كل شيء على راسي. كرون حياتي بشرفك طلعي. شوفي لي يعني كتير بشع الواحد يلبس قميص كحلية على بدلة سوداء. شو بعمل؟ بقتله هيك لبس بدلة سوداء، خليني اقتله. عيلي عفرت ميلي. عيلي عفرت ميلي. ولك اخ حدا يقول لي بس ليش المرة دايما بدها تلاقي شغلة تسموا فيها للرجال؟ لك هيدي حياة ولك هيدا قصاص. ايه والله
صح معك حق. هذا قصاص، ولك هيدا اللي اكبر قصاص بحياتي. لك وجهي عندي شغل اليوم، مش كل يوم بدي اجي اشوفك هيك قاعد لي بخلقتي حازق لازق، ولك بدي اشتغل، عندي شغل. فيلم هون قبل ما ارتكب جريمه لارتاح منك. وخلصها منك يا فادي، ولك روح حجم عصبك، انه اذا علقان مع مرتك ضروري تيجي تفش خلقك بالناس. يا ناس، ليش انت ناس؟ ولك انت انجأ ناس. ولك مقبولي منك يا جار. تفضل تحلق، حلي لي هالتم اللي بنقط سم، قصدي عسل. خير يا طير، انت شايف بقلاوة مناسبة لهم؟ لا حبيبي شو المناسبة؟ البيك اب. مين؟ بيك اب يا فادي، شو مش سامع بالبيك اب؟ قل لي مبروك. شو مبروك؟ شو؟ ما تقلي اشتريت بيك اب يا وجهي؟ بتصدق؟ لا والله ما بصدق، انت بدك تشتري بيك اب، ليش انت اصلا معك حقه للبيك اب؟ لقطة يا فادي، لقطة، جبته لقطة. بقى ابو مجعيس الله يوجه له الخير قرر يبيع البيك اب ويرتاح من الشغل، فبيعني اياه بالتقسيط المريح. طب انت شو بدك تشتغل فيه هذا البيك اب؟ يعني شو بدك تزق فيه؟ اوه، بزق عفاش، بزق خضرة، بزق اناني غاز، بزق خواريف على المسلخ. ما تتلم، ضل شغله. يعني صار عندك شغل؟ ايه صار. يعني دبرت حالك؟ دبرت. يعني فينا نقول انه انت حضرتك هلا بطلت صايع ضايع ومن مطرح لمطرح كل نهار. بطلت. يعني فينا نقول انه والحمد لله دبرت شغل، صار عندك شغل. فيك تقول الحمد لله. لا لكن مش رح اكل قطعه واحده، لا رح اشفق الصينيه كلها. لك تحلى، صحتين قلبك، تحلى. صحتين. لك فادي معلش، يعني في مجال اطلب منك طلب صغير هالقد. تفضل تكرم عنا. ليك فادي، يعني في مجال اذا ما في ازعاج، يعني تديني الدفعه الاولى وببقى بسدد لك اياها من الشغل والزق. دفعة مين؟ الدفعه الاولى تبع البيك اب؟ ايه. نعم. ما انت طول عمرك يا فادي تقول لي حل عني وروح شوف لك شي شغله اشتغلها بهالنهارات، حازق لازق عندي. هلا بس دبرت شغل، طب بدك تساعدني؟ لك انا قلت لك روح دبر شغل، ما روح اشتري لي بيك اب. لا لكن روح اشتري لي سفينه بدك تتاجر فيها بالسردين، بدي ادفع لك حق السفينه. لك ايه بدك تدفع؟ ما انت مشبوك. بعدني مفقود. لك انا جارك، شو بك؟ لكم حل عني يا اخي، دفع. اسمعوا لي هالسبعيه. يا الله، شو هلا يا فادي؟ ما تشغل لي مخي هلا. شو بدك تدفع لي ولا لا؟ الزلمه ناطر جواب. روح قل له للزلمه تضرب منك له. اها فهمت عليك يا فادي. اللي هيك من الاول وضحها. بدك فايده المصريات، اكرم عينك يا فادي، موجوده بدفع لك، وحادفع لك فايده البنك كمان. وبكره بس يبلش الشغل والزق خود على مصاري. ليش انت بتعرف بالبنك؟ بتعرف ليش قديش فايده البنك انت؟ نعم. يه بس لك بتعرف ليش ما بتنقبر بتروح تاخذ مصاري من البنك؟ وليش مين قال لك ما رحت يا فادي؟ بس ما عطاني. لا لاني بلا شغل. بس هلا صار في عندي شغل يا فادي. وحسب حساباتي انا شهرين زمان مع زق وشغل برد لك مصرياتك. وبتعرفني انا قوي بالحساب. ولا بدك ياني ضل حازق لازق هون؟ لا دخيلك، لا يا خيي، مستعد انا اعطيك مصرياتي كلها بس تحل عني. تعرف حبيبنا قديش يعني بدك دفعه اولى؟ 10,000 دولار. مين؟ 10,000. 10,000؟ لك شو الشارع انت بيخلع؟ بيبور؟ لك شو شارع دبابه؟ شو 10,000؟ ليش قديش حق البيك اب؟ 9,000 دولار. بدنا 1,000 دولار تسجيل. هاي مام. اهلا شباب، اهلا. مام، عم نعمل بحث عن الأسباب الرئيسية لحوادث السير، لأنه كل سنة عم بيموت أكثر من 1000 شخص بحوادث السير. هيدا عدا عن إصابة أكثر من 3000 شخص سنويا بسبب هذه الحوادث. فلذلك نريد أن نسألك كم سؤال عن هذا الموضوع. انه انا ما ناقصني الا انت، يعني ما بكفيني اخواتك واسئلتهم وازعاجهم، جاي انت وجايب لي اصحابك كمان تسالوني. لك انا عم ببحث عن دقيقه تكت رياحه وانتوا عم تعملوا بحث. تفضلوا سالوا. طيب، ما هو السبب الأول لحوادث السير؟ السبب الأول برأيي هو إنه في كتير ناس عم بتسوق على الطرقات مع دفتر سواقة وما بتعرف دعسة البنزين من دعسة الفرامل. عظيم. والسبب الثاني؟ السبب الثاني هو إنه الناس ما بيعرفوا شو يعني قانون سير. كيف يعني؟ فهمت؟ أنا ما فهمت شو يعني.
يعني لا بيوقفوا على إشارة حمراء، بيسرعوا على الأوتوسترادات، بيطيروا كأنه لحالهم عم بيسوقوا، كأنه ما في حواليهم حدا. حتى بين البيوت، حد المدارس، حد المستشفيات كمان ما بيخففوا سرعتهم. لا بيعطوا إشارة يمين، لا بيعطوا إشارة شمال. لما بدهم يفرقوا بيسوقوا كيف ما كانوا، بضلهم يزمروا، بضلهم مستعجلين، وبيشربوا الكحول هن وعم بيسوقوا. عظيم. طيب شو برأيك السبب الثالث لحوادث السير؟ الطرقات. طرقات؟ الطرقات اللي لازمها طرقات لتصير طرقات. يعني لازم يسكروا كل الجوار يلي موجودة عنا بالطرقات، لازم يحطوا إنارة على الطرقات، ولازم كمان يحطوا حواجز إن كان حديد أو بيتون على أطراف الطرقات، لحتى بحال واحد شردت سيارته ما يصير بالوادي. برافو. طيب لنختمها بالآخر، شو برأيك الحل لكل هالشي؟ ولا أنا برأيي الحل هو تطبيق قانون السير، ولازم كمان يجزوا الناس، والجزا لازم يكون غالي كتير، لأنه ما بيتعلم الإنسان إلا لما تدقله بجيبته. برافو. حلو. ما بدها هالقد شباب، خجلتوني. ولك العمى نشف لي ريقي، بحلي صوتي وانا اشرح له وفسر له وقال له يا فادي $9000 سعر لقطه لهيك بيك اب، وهيدا البيك اب رح يأملنا شغل كتير. هو عبس ابدا، ما كان يقبل يعطيني اكثر من $2000. وشو مضاني على كل شيء في وراء، قال بده يضمن حقه. هذا بيقول لك محامي، بس يلا امرنا لله احسن من بلاش. هلا خلينا ندق له لابو مجاعيس ونقول له انه امنا المصريات. الو ابو مجاعيس، كيفك؟ كيف صحتك؟ منيح؟ كيف احوالك؟ صار احسن؟ وجيه شو بعرفتني؟ لك وجيه بدي اشتري منك البيك اب، شو نسيت؟ ايه حبيبي الله يخليك كيفك؟ كيف صحتك؟ منيح؟ ايه ليك الدفعة الأولى أمني لك إياها مثل ما اتفقنا، $1500 صح؟ ايه، وبيبقى من حق البيك اب $5000 مقصر. قديش؟ 5500؟ لا ده هو ايه 7000 1000. ايه ما تواخذني، ما انا بالحساب مش كل هالقد. طيب حبيبي، لك ابو مجاعز ذكرني دخلك اي موديل بيك اب؟ 89. لك الوراق والميكانيك كله ظابط ما هيك؟ ايه حبيب قلبي. لكن مثل ما اتفقنا دفعة أولى $1500 و$5000، قصدي $5500 مقسطين على 7 سنين. ايه على سنة ونص، نص ساعة وبكون عندك. أبو مجاعيس حبيب قلبي، يلا باي. لكن هلا أمنا الدفعة الأولى $1500، يعني معي زيادة بجيبتي $500. شو فكره لكان فادي؟ يبحل لي صوتي وينشف لي ريقي وما يطلع لي $500 زيادة بنزين. والله البيك اب بيمشي على المي. عيني عافرت ميلي، عيني عافرت ميلي. هاي كانت اقعد بدي احكي معك. اقعد. شوفي انا بدي احكي معك. ليك يا فادي، انا بطل فيي اتحمل. انا حاسه حالي عم بنهار، انا حاسه عم بعمل انهيار عصبي، انا حاسه حالي عم بعمل ديبرسيون. روقي طولي بالك، روقي شوي، طولي بالك، روقي. انا بطل فيي اتحمل فادي، ما عاد في بدي ارتاح. انا انسان عندي كيان، بدي ارتاح. بدك ترتاحي؟ ايه خلص طولي بالك، عم طولي بالك، روقي. شو روقي طولي بالي؟ لك شو روقي؟ انا كل شي بهالبيت على راسي فادي، بحس كل شي انا، شغل انا، الولاد انا، درس انا.
طولي بالك لك شو طولي بالك؟ لك ما عم بتساعدني بشي ولك خد عني شي شوي؟ ولك معقول بتطلع بنتك بتقلك مديلي ورقة بتقلها روحي عند امك؟ ليه؟ ما عندها بي؟ ما في رجال بهالبيت؟ بلا في رجال، ما مش هيك بعتها لعندي. ما تمزح معي ما تمزح معي ما تمزح. عطار الرجال روحي يا عمي، لك ليك اسمعك بتصدق لك يا كريم. طب انه انا شو يعني كل نهار قاعد؟ ليش انا يا حياتي اصلا فيني امضي على شي ورقه بلا ما تكوني انت قريتيها، فيني اقول لهم للاولاد على شي ايه روحوا اعملوه، رايحين تكزروا رايحين تسهروا بلا ما ناخذ موافقتك. انا بطلت اضحك، انا مش قادرة، انا رح انهار، انا بدي سافر، انا بدي روح على شي جزيرة ما يكون فيها حدا، بدي اقعد بشي ضيعة، ما بدي اسمع صوت، ما بدي تليفون يدق، ما بدي اسمع حدا عم بيبزم فوق راسي، ولد ما بدي اسمع عم بيقول كلمة مام مام مام، بتعمل لي اعصاب، كلمة مام بتعمل لي اعصاب. روح طولي بالك طولي بالك. ما في طول بالك، انا عم بنهار، انت مش عم تعرف انا شو عم عاني، انا عم بنهار. قلت لك بدي روح، بدي ارتاح، بدي اقعد لحالي 5 ايام، بس 5 ايام لحالي بساومعة، ما بدي اشوف ولا حدا ولا انسان ولا صوت ولا بسمة ولا شيء. طولي بالك روحي طولي بالك. لك شو ايه طولي بالك؟ لك انا رح جن، انا رح اسير اكثر من هيك. ما تمزح معي فاتي، بس كون عم بحكيك جد ما تمزح معي. لك ما شايفني كيف معصبة، ما شايفني كيف معهورة، ما شايفني كيف منهارة. ولك ليك معك يومين بس فقط لا غير، فقط نعم. بدك تحجز لي على شي جزيرة، ابعد جزيرة على الكرة الارضية بتلاقيها، تحجز لي هونيك بشي اوتيل. بدي اقعد لحالي، ما بدي اسمع صوت حدا، ما بدي حدا يعيط لي، ما حدا يقول كيه، ما تقولوا كيه ما حدا يقول ما بدي اسمع كلمة صوت ولد، ما بدي اذا بشوف ولد بدي نفخ تنتيف، ولد ما بدي اشوف، ما بدي اسمع شي، ما بدي اشوف حدا. ما بدها تسمع صوت ولد، ما بدها حدا يعيط لها مام كيه ما في كيه ما في. شو قالت؟ قال لها ترتاح بدي احجز لها بجزيره. لك انا لا ارتاح شو لازم اعمل لك ايه؟ لك لازم روح عيش بغواطه. عيني عفرت زرع شو عملت اليوم؟ شو؟ اخذت سيارة المام ورحت فيها على السوبر ماركت. لوحدك؟ ايه لوحدة. كيف؟ شو كيف سقت لوحدك؟ شو هيدي اول مرة، ما كل مرة، كل ما تجي المام من الشغل باخذ لها سيارتها وبنزل بصفر لها اياها، وكتير اوقات بدل ما انا صفر لها اياها بروح بعمل جزورة فيها، والسوبر ماركت هون قريب باخر الحي. لا عم تمزحي. عم بحكي جد. نيالك يا ريت في اعمل مثلك. فيك تعملي مثلها. كيف؟ ضليت نقع مام لاخر شيء قبلت تعطيني السيارة. عم تمزحي. لا عم بحكي جد. انت بعد ما اخذت سيارة امك ولا مرة؟ يمكن لانك لهلا بعد ما نقيت عليها. لا لانه بعدنا لهلا ما بعرف سوق. عم تمزح. لا عم بحكي جد. ايه استاذ، يعني بفهم من حديثك انه الاوتيل كتير رايق عظيم، هذا المطلوب. ايه عال إيه الاوتيل وين موجود؟ بضيعة. ايه بقلب الضيعة؟ يعني في حواليه ناس، في حواليه بيوت؟ نعم بعرف انه الضيعة فيها ناس وفيها بيوت، بس انه قرابة كتير على الاوتيل يعني؟ كيف؟ لك يا استاذ طب ما كان فيكم تبنوا للاوتيل بالحرش؟ الو الحماه هيدا رابع اوتيل، كل ما بسألوا هذا السؤال بيسكروا الخط بوجهي، ولكن مفكرين عم بمزح معهم. كيفك بيي؟ اهلا شباب، يا اهلا بالديك. لك شو هالقصه الغشيكل هيدي؟ هلا صرت ديك البيت مضبوط. يا اهلا وسهلا. شو حنين دفاتن؟ ما تقولوا لي في عندكم بحث كمان؟ عنا. اها، وهالمره عن شو من غير شر البحث؟ عن اسباب حوادث السير. عن اسباب حوادث السير. حلو والله، صار بيلفظ العربي كتير منيح. اسم الله عليك، عم بتركها العربي انت. ليكو اذا بدكم اسالوني، انا عندي كتير معلومات عن حوادث السير. بيي ايامكم يعني مش من كتير زمان ايه كان فيها هالقد حوادث؟ ليك بيي بدك للحقيقه، هو ايامنا كان في حوادث بس مش هالقد. هلا كتير عنا حوادث، يعني للحقيقه هيدو للحقيقه بهالايام كتير عم بيصير حوادث، وتخطينا سكور، يعني لازم وضروري يحطونا بالجينيس بوك.
برافو برافو. إيه. ليش ما كنتوا تمشوا على القانون بهديك الايام؟ والله ليك على ايامنا كان في حرب وكان تعرف يعني مش بس ما كان في مجال نمشي على القانون، لا ما كان في مجال نمشي على اجرينا، كنا مقضيين ركض من ملجأ لملجأ، وبهديك الايام يعني ما كان عندنا وقت يعني نفكر بهذا الموضوع. عظيم عظيم عظيم. طيب على ايام زمان يعني ايام جدودنا، هل كان في حوادث؟ ليك ايام جدودنا بتصور كانت الحوادث كتير قليله، لانه يعني ما كان في كتير سيارات وكانوا ماشيين على القانون مزبوط. عظيم عظيم. ايه عظيم. طب بي انا بستنتج من يلي انت عم بتقوله نعم انه كل ما نقرب بالزمن لقدام كل ما تكتر الحوادث. نعم. كل ما نرجع لورا ايوه كل ما خفت الحوادث. ايوه. طيب امتى ما كان في حوادث؟ ليك على ايام جده لجدك ما كان في حوادث بالمره. ليه؟ لانه هديك الايام يا بيي ما كان في سيارات، كان في حمير. وهلا بعدهم الحمير. حبيب قلبي خي نزيه، الله يبارك بعمرك حبيب قلبي. ليك نزيه اسمعني شو بدي اقول لك، هلا بتبرم على اهل الضيعه كلهم واحد واحد وبتقلن انه خي وجيه صار عنده بيك اب. ايه لكن فاللي بده ينقل مهجي، اللي بده ينقل خويريف، اللي بده ينقل له بقره، اللي بده ينقل له جحش بعيد ما بوجهك، انا مستعدها. كل شيء خضره فواكه حيلا نقليات عامه وباسعار مدروسه. ايه حبيبي ليك نزيه شو بدي خبرك. انا بكره عندي نقله عفش من بيروت عدلبتها. ايه الهيئه فتحت بوجهي لهيك، واذا ضل الوضع هيك شهر زمان بطلبك لعندي على بيروت، بنفتح مؤسسه طويله عريضه وخاض على مصاري. حبيب قلبي ايه لكن انت خي نزيه. يلا باي باي الله معك. ليك اماني سلمني على كل اهل الضيعه وخاصه على خالتي ياسمين. يلا باي باي كيب ان تاتش. اوف العمى حكينا فوق الربع ساعه. يلا ما حدا ياخد معه شيء، عمره ما حدا يورث. الله يخلي لنا الفايبر. لا اتصل بخالي مرهج على امريكا. الو خالي مرهج كيفك؟ منيح؟ الو انا صار عندي بيك اب، شو ما بدك تنقل انا جاهز. حبيبي عيني عفرت ميلي، عيني عفرت ميلي. شو حياتي شو عم تقري؟ عم بقرا كتاب امرأة على حافة الانهيار. وبتعرف يا فادي أنا هي الامرأة يلي على حافة الانهيار. سامع؟ سامع. وايش يعني؟ أنا بدي بريك، أنا تعبانة كتير، أنا تعبانة. ما كلنا تعبانين ولا لا مش قدي، ما حدا تعبان قدي. اوعى حدا ينق ويقولوا انه تعبان قدي. انا اكتر وحده تعبانه بهالبيت، انا اكتر وحده عم بتحمل مسؤوليات، انا اكتر وحده. انا مزبوط حياتي. منشان هيك انا من الصبح عم حاول لاقي لك اوتيل رايق نقضي فيه يومين هيك سوا انا وياكي. شو؟ تقالي لي يومين؟ طيب بناخد جمعه انا وياكي باوتيل رايق هيك. شو؟ شهر انا وياكي قاعدين. انت سمعت انا شو قلت لك؟ شو قلتي لي؟ قلت لك انه انا امرأة على حافة الانهيار. ايه شو يعني؟ يعني انا بحاجة روح على مطرح ما يكون في حدا. مزبوط. ايه يعني شو؟ يعني بدنا نروح على اوتيل رواق سوا نقعد فيه انا وياك. سوا؟ ايه سوا. لك انت بتعرف الامرأة يلي على حافة الانهيار من شو بتكون على حافة الانهيار؟ من التعب، من الولاد، من الشغل، ومن شو كمان؟ من الحياة، من جوزة، من الولاد، ومن التعب، ومن الشغل، ومن جوزة. مش سوا. قلت لك بدي اروح لحالي، بدي اقعد لحالي، بدي اكون لحالي، ما بدي اشوف حدا، وبالاخص جوزة.
جاهزة. بتصور ما في لزوم فتش على ولا اوتيل، لانه عرفت وين لازم تروح وتقعد. الو العصفورية، وحياتك بدي احجز عندكم اكبر سويت بالعصفورية. نعم مفاولين؟ ميرسي ما تواخذنا، الله معك. مفاولين الجماعة. غدا يبدأ تطبيق قانون السير. غدا الموعد المنتظر. غدا موعد انتظره اللبنانيون كثيرا. بات قانون السير الجديد يشكل هاجسا لدى المواطنين منذ الإعلان عنه، بحيث سيتم تطبيقه تدريجيا، وهذه لائحة الغرامات بحسب نوع المخالفات، بالإضافة إلى النقاط التي سيتم سحبها، وإليكم لائحة المبالغ التي ستعتمد في القانون الجديد. شو صار؟ روقي عم شوف هذا صوت وجيه. طولي بالك. بدي دعوسه. لا شو طولي بالك؟ اللي فيك مكفيك، بدك تدعوسي للزلمه. لك انا بطل فيي ارتاح لا بالليل ولا بالنهار. انا رح انهار. طولي بالك. انا رح انهار. طولي بالك. رح انهار. خلص طولي بالك، انا رح انزل احكي لوجيه. طولي بالك. عمهنا شوفي بطل بدي تحجز لي بجزيرة وما بدي تحجز لي بأوتيل. لا بدك احجز لك بجزيره؟ لا احجز لك باوتيل. وين بدي احجز لك؟ وين؟ كهف. ليه كهف ريحي حالك خلص. بكهف معه طويط ولا بلا وطويط؟ مصيبة يا ماما. شوفي يا عمي شوفي. بدي يطبقوا القانون يا ماما، بدي يطبقوا القانون يا امح. اي قانون؟ السير يا فادي، السير. قانون السير؟ مكان هلا بكره الصبح يا فادي بدنا يبلشوا بتطبيق قانون السير الجديد. هلا كسرت الباب وعدت البناية نزلت فوق لهون. كل ما تقلي بدي يطبقوا ويطبقوا لقانون السير الجديد. نحن شو دخلنا؟ شفت بلا مصيبة يا فادي. لك بقول حلك لك بأرضك فتول. هلا حط بريمير وقال لي عم تقرا. لك انت بدك تجنني. لك نحن شو دخلنا بقانون السير؟ شو دخلك انت اصلا؟ شو دخلني يا فادي؟ لك انا شو بدي اعمل يا فادي؟ قل لي دخيل اجريك شو بدي اعمل؟ بشو؟ بالبيك اب. ما تقول لي انه شاري مسروق للبيك اب؟ لا مش مسروق يا فادي. بلا اوراق؟ اضرب مهري يا ريت. شوفي لك الخير. كيف بدي سوق البيك اب يا ماما؟ كيف بدي سوق البيك اب يا اما؟ ما تقول لي انه عم يروع زين. لا مش عم يروق، عم يردو. اضرب. رايحين نولد يا ريت. ما عامل له معاينة. افظع. ما شايفينه بالميكانيك. مالا شوفي خير. كيف بدي سوق البيك اب بلا دفتر سواقة يا ماما؟ لا ما معك دفتر سواقة. ما معي دفتر سواقة. وكيف صار لك 100 سنة بتنعمل بتسوق بالبلد؟ بلا دفتر. نعم مش بلا دفتر حبيبي، بلا مخ انت. لك يا فادي قل لي هلا شو بدي اعمل؟ شو بدك تعمل؟ بدك تروح تنعمل تعمل دفتر سواقة. شو بدك تعمل؟ لا يا فادي شو بدي اعمل بالنقلة؟ اي نقلة؟ العفش. اي عفش؟ لك العفش اللي محمله بالبيك اب يا فادي، وبكره الصبح ضروري وصلوا على دلبتا. عمين؟ دلبتا. عجبتها؟ نعم. لو خلينا شو دخلنا فيه؟ وشو دخلنا بالدكتة؟ شو دخلنا بالعفش؟ لو حبيبي روح انا رأي شخصي يا حبيبي، روح لعند الجماعة اللي تعالوا لكم. انا ما معي دفتر سواقة. تفضلوا هذا العفش ويا دار ما دخلك شهر. لا ذكي كتير بسم الله. ولا كيف بدي اعمل العفش عند الجماعة؟ كيف بدي احمله؟ على كتافي، على ظهري، بقبضه بمشي فيه بالسوق يا فادي. لك اذا لقطوني انا ورايح بالبيك اب يا فادي بيعملوا لي غرامة 350,000 ليرة. هلا سمعتها يا فادي؟ هذا غير عن سحب النقط يا ماما.
هي نقط حبيبي، هلا 350,000 فهمنا رح يدفعوك ظابط، بس النقط أي نقط؟ ليش أنت معك دفتر؟ ليش أنت منقط بالأساس؟ بدك أنت بلا دفتر من الأساس. بيسحبوني يا فادي، بيسحبون نزلي عيني، بيسحبوني أنا بظهرهم يا فادي. دخيلك قال لي دخيلك يا فادي، دخيلك ساعدني. أخي كيف بدي ساعدك؟ سوق البيك اب عني. نعم ايه شو نعم يا فادي؟ ايه انا بدي سوق البيك اب. هيدي اخرتي بعد ناقصني انا الناس تشوفني انا عم شوفر بالبيك اب. ولك سوق البيك اب يا فادي، سوق البيك اب. انت معك دفتر، انا ما معي دفتر. لا حبيبي انا بدي سوق. لك انا الدفتر اللي معي حبيبي بيسوق سياره، ما بيسوق بيك اب. لك ما بيهم، المهم معك دفتر، انا ما معي شيء يا فادي. دخيلك يا فادي ساعدني، اعمل شيء. انا بدي ساعدك حبيبي، الله يساعدك. فهمت علي، خلص ولا يهمك، يوميتك محسوبه. يا خيي انت بيك شيء؟ ليش يا خيي؟ انت لك انت كرم على درب جاي بدك تعبطني؟ لا ما بدك تعبطني، انا بدي شوفر لك بالبيك اب. لك خلص هاي تصرخ ايش اوفر بالبيك اب. ولك شو فيها يا فادي عم تساعدني؟ يا خي الله يساعدك. انا مخيي اصلا انا حبيبي ما فيني سوق بيك اب، ما عم نفهمك يا عربي خيي. انا ما معي دفتر البيك اب، ما معي. لك ما بيهم يا فادي، المهم على الدفتر. ليك راح اعطيك اعتالي. مين؟ اعتالي شو؟ لا شو فكرك مين بده ينزل معي الاغراض يا فادي؟ حضرتك بدك عبطني على التال؟ انا عم التال انا يا سيدي دخيل جراك. هيدي كريم مش قادره تسمع صوت. هيدي واقفه على حافه الانهيار. دخيلك وطي صوتك. هلا بتعمل لنا قصه. الله يخليك. لك يا فادي فهمني منيح. انت راح تسوق عن البيك اب ولا لا؟ يا خيي ليك انا ما راح فل من هون قبل ما توعدني انك بدك تسوق البيك اب. شو فهمت؟ يا خيي طول بالك، ما بقدر يا خي. بدك بعتلني ما عم قد الدنيا انا بدي اسوق بيك اب. طول بالك واجي ما في، عم بقول لك ما في يا خيي. خلص ليك ما تخليني صرخ، ما تخليني علي صوتي، وخلي كارين مش بس تنهار، لا تنزل لهون وتخلي البيت ينهار على راسك. يا وزير يا كارين يا منسوق البيك اب، مش بس منسوق. بدك عتال بعمل لك عتال، بدك خلاص مدفوع. هيك من الاول خلصنا. شعب ما بيمشي الا بالعايطه. كريم ليت ما بقدرني، وعيت ما بقدرني. مش الحال روح طولي. شو بوجي؟ يا عمي عنده مشكله حلنا له اياها. هيدا الشاطر فيه انت، بتحل مشاكل كل العالم الا مشكله مرتك، مش قادر تحل لها اياها. روق طولي بالك يا عمي. شو مشكلتها؟ ما كنا عنا مشاكل، كنا عم نتعب بالشغل كمان. لا مش قدي، ما حدا مثلي، انا مش قدي، ما حدا مثلي. لا انت مثلي، لا مش مثلي. لا مثلك واكثر. روحي قدم محلي بالشغل 5 دقايق والله لا يشيب شعرات راسك. شو عندك انت؟ لك شو عندك انت بتروح بتشتغلي هونيك كم ساعه وبتجي بتتلقح على التلفزيون. وهنيك بتشتغل. عارفه شو عندي شغل انا؟ يا حبيبي انا عندي شغل وعندي اولاد وكل يوم بدي اقعد اعتل هم شو بدي اطبخ لهم، شو بدهم ياكلوا بكره، وهيدا بيقول لي درسيني، وهيدا بيقول لي وصليني، وهيدا بيقول لي جيبيني، وهيدا بيقول لي مديلي هالورقه، وهيدا بيقول لي اعطيني مصاري. ولك حلوا عني. ايه ليش انا شو عم روح اعمل بشغلي انا؟ شو فكرك يعني؟ بس شغل انت، انا شغل وبيت واولاد وهم وكل شيء. لك انا عندي هم اكثر منك. لك روح انت لو بتقعد محل نهار واحد الا تجي تبس لي ايدي قفا ووجه وتقول لي يا مرتي يا حبيبتي انت كيف مضاينه بعدك بعقلاتك. لك اذا بتروحي محل على الشغل 5 دقايق مش عندك نهار واحد والله لا تجني. ولك بروح محلك وما رح جن. ايه روحي محل على الشغل فرجيني قوتك لشوف. لك شو عم تتحداني؟ ايه بروح محلك على الشغل وبفرجيك قوتي. خليك انت مطرح بالشغل وبالبيت وفرجيني قوتك. ايه ببقى بالبيت عني شو هالشغله العظيمه يعني. ولك ايه فرجيني كيف رح تلحق على الشغل وكيف رح تلحق على البيت وكيف رح تلحق على البيت. فرجيني شو رح يصير فيك. انت فرجيني اذا رح تجن ايه شايف لحالك بتروح تشتغلي ساعتين وبترجع. فرجيك يا فادي. بس ليك اذا ربحت تقطع لي تيكت فيرست كلاس على هواي 15 يوم نقاها. وانا اذا ربحت بتعملي ذات الشيء. لك اوكي اتفقنا؟ ايه ديلين. مام يا مام رد عليا يا مام. بلش شغلك.